السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا متوجه إلى مدينة شقرة للصلاة على زوجة الشيخ سلمان العودة وابنه. أسأل الله تعالى أن يربط على قلوب أهل المتوفين وأن يعظم لهم الأجر والثواب. بلا شك أن الموت فجيعة وفزع. زوجة الشيخ سلمان أم البراء هي السياري من الداعيات جزاها الله خير ومن أهل القرآن، وأسأل الله يرفع درجاتها. كانت ذاهبة إلى مدينة شقرة. مدينة شقرة تقريبا 200 كيلو عن الرياض على الطريق الذاهب إلى مكة، وممكن أيضا عن طريق القصيم. وكانوا في سيارتين، السيارة الأولى فيها الأم وابنها هشام الله يرحمه، أيضا توفي عمره 17 سنة، هو اللي يسوق بهالسيارة. ومعهم ابنهم عبد الرحمن عمره تقريبا 8 سنوات أو 9، وابنتهم لدن عمرها 6 سنوات، ومعها بنت أختها أيضا عمرها يمكن 28 سنة. معهم السيارة الثانية فيها بقية أولادها أيضا يسيرون وراء. فحصل الحادث، يعني صدموا في تريلة في شاحنة، والأولاد الباقون ينظرون إليهم. وقع الحادث، توفيت الأم وتوفي الابن هشام، توفيت بنت أختها أيضا. أما عبد الرحمن ذو 8 سنوات و9 سنوات في المستشفى وحالته تحتاج إلى دعائكم. لدن أصيبت ببعض الكسور في القدمين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المصيبة يرفع الله تعالى بها درجة العبد، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبضت الملائكة ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فتقول: نعم. فيقول الله: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول: نعم. فيقول الله: فماذا فعل عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت